أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. لو قال لي أحد الناس إن نصرة الحق يحتاج إلى بلوغ القمر لأفتيت للفور بأن الصعود إلى القمر ركن في الإسلام، وأنه جزء من الإيمان، وذلك وفق قواعد أصول الفقه التي درسناها والتي كونت العقل القانوني للأمة الإسلامية. فإن هذه الأصول الفقهية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما أدى إلى الحرام فهو حرام، ومن ثم فكل جهد لا بد منه لنصرة الحق ينبغي أن تقوم الأمة به، وأن تبذل كل ما لديها من طاقة لتوفيره. لكني أعجب إذ أرى أمتنا تنظر إلى الأمور بشيء من الاسترخاء. إن الذين يتصورون أن الحق ينتصر بالكسل والاسترخاء أو بالسطحية في التفكير والعجز في الأداء، إنما يتصورون باطلا فاحشا. الحقيقة أنه لا انتصار للحق إلا بعقل ذكي جواب في آفاق الأرض والسماء، يحسن استغلال كل شيء في خدمة رسالته ودعم وظيفته. ما كان المسلمون ليجمدوا مواهبهم أبدا في خدمة دينهم، كانوا يعلمون أن امتلاك الدنيا ضرورة لامتلاك الآخرة. الفلسفة الانسحابية الزاهدة التي سيطرت على المسلمين الآن خيلت إليهم أن الضعف في الدنيا أو أن الغربة في الأرض أو أن العجز في استغلال ما هنالك من خيرات في برها وبحرها وجوها نوع من الإيمان أو نوع من التقوى أو نوع من الإعداد للآخرة، وهذا جهل عريض.